مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الودية الثانية للمنتخب الجزائري امام نيجيريا. ملعب وهران الاسطورة هدف ميلود يستضيف هذه المباراة الدولية الودية الثانية للمنتخب الجزائري بعد الاولى والفوز امام غينيا بواحد مقابل لا شيء. المنتخب منتظر ان يقدم احسن وافضل اليوم امام نيجيريا، واحد من اكبر وافضل المنتخبات الافريقيه. اجواء كبيره جدا هنا فوق مدرجات ملعب هدف ميلود الاسطوره الجزائريه الذي يستضيف الوديه الدوليه الثانيه. جانب من الجماهير الحاضره التي جاءت وهي متشوقه لمناصره المنتخب الجزائري اليوم في هذه الأمسية الكروية الودية، ولكن هناك حسابات لما هو قادم أو للاستحقاقات القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري حتى منتخب نيجيريا بمدربه الجديد جوزي بيسيرو الذي ربح هو الآخر وكسب مباراتين في إطار تصفيات كأس أفريقيا. نفس الحال بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي فاز بمباراتين رسمي. محاولة للتسديد من هناك الأرضية، يا سلام! بيسيرو لا يريد هو الآخر أن يخسر في هذه المباراة. زروقي الأسبقية، الحذر مطلوب، إخراج الكرة إلى رمي تمام. شاهدوا كيف كانت على الجهة اليسرى، كان ضعيفا نوعا ما. يراوغ يحتفظ بالكرة، يحاول من جديد التوزيع الأرضي. بيسيرو البرتغالي، إسلام سليماني للاستلام. غيابات مؤثرة ومهمة في تشكيلة منتخب نيجيريا حقيقة. يبحث دائما عن كرة استعراضية إلى جميلة، يا سلام، ولكن غانا خطأ من إسلام سليماني. والروح للدفاع بالراس، التحضير إسلام الأسبقية، كرة لمصلحة إلى تضرب وغل من موزيس سيمون. تبادل كرة، محاولة يلعب كرة داخل منطقة عملية التحضير، الضغط على حامل كرة خطيرة، ولكن من جديد الدفاع وأول أهداف. لا، ماذا هناك؟ أول أهداف المباراة. يتمكن اللاعب تورين موفي من تسجيل أول أهداف المباراة للمنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من بداية الشوط الأول للمباراة. كان هدف صحيح، سنشاهد كيف كان ذلك. جمهور أنصار وبعض أنصار المنتخب النيجيري فوق المدرجات. ها هي الكرة العرضية في المرة الأولى، التسديدة رجعت من الدفاع، الثانية في ماندي، بعد ذلك الأسبقية لموفي يتمكن من تسجيل أول أهداف المباراة لمنتخب نيجيريا بعدما كانت الكرة صعبة عائدة من موندي مخادعة كما شاهدنا، ضربت في الأرض وخادعت موندي في الأولى في الدفاع. بعد ذلك هيا الأسبقية كان لموفي على الدفاع ويسجل أول هدف. تبادل الكرة أمام نيجيريا، عطاء يحاول مرور موزال، محرز تغيير ممتاز إلى الكرة، يا سلام المرور، ولكن حاول بالليلي يلعب كرة لإسلام سليماني، محاولة المرور، الكرة مباشرة ولكن خرجت إلى ركنية مع الطال. إلى محاولة ثنائية ولكن تدخل بسرعة، يوزع الكرة ولكن تضرب بالدفاع. بأين من هناك محاولة، المحاولة والحارس، وبعد ذلك محرز في المتابعة القائم يرد الكرة. بالليل تحرك، وصلت الكرة، يحاول أمام أينا، يحاول أمام أينا، تعود الكرة من جديد في فرصة بالنتيجة في ذلك إلى بالراس، الأسبقية للدفاع. هناك إمكانية بل سبعيني، سانوزي من جانب منتخب نيجيريا يلعب كرة، خرجت تينولا. محرز يحضر لكرة أخرى، محرز
يلعب كرة بين هناك بن ناصر يسدد ضربة هناك نيجيريا خطأ رايا مرفوعة وضعية تسلل. الهدف الثاني نعم ها هي العائدة كان في وضعية تسلل وكان ينتظر في الكرة. إذا وضعية تسلل جديد إلياتشو بين أحضان الحارس قوة كبيرة. البحث عن السرعة البحث عن التوزيع العرضية هائلة. محرز يحاول هذه الكرة من جديد داخل منطقة العمليات منتخب ويشتغل عليها اللاعبون في المباريات. هايلو إلى ركنية الدفاع يوسف بالليلي يستفيد من الخطأ وهذه الكرة وعرقلة في الفترة الممتدة بين 89 93 سنذكر ذلك. هي كرة ثابتة من جديد هايلو بين أحضان الحارس في المرمى. تحرك محرز للسلامة والضغط عليه. هناك خطأ دفع على محرز في هذه الكرة ملعبه مباشرة مع بالليلي. هنا الكرة يا سلام يا سلام ضغط فوق المرمى وركلة الجزاء يقول الحكم في هذه الكرة واللقطة الساخنة على مرمى منتخب نيجيريا. الحكم التونسي محرز مالكي للمدافع فرانك أونيكا في الدقيقة 39 بل في الدقيقة 40 ركلة جزاء للمنتخب الجزائري. القائد في تنفيذ ركلة الجزاء الحارس محرز في مواجهة زو. تعديل النتيجة من القائد محرز الملهم يعدل ويسجل بالمناسبة الهدف 27 مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراته 76. محرز شعلة ضوئية عندما تنير يستجيب الملعب بطريقة رائعة. أجواء كبيرة استجاب الملعب لركلة الجزاء القوية. في بعض الأحيان أقول بأن عندما يسدد محرز من المستحيل على حراس المرمى تبدو لي أحيانا. نعم محرز الشعلة الضوئية سجل وأنار الملعب. وفرحة عناصر المنتخب الجزائري بالقائد محرز يتغير محتوى المباراة سيتغير كثيرا بعد هذا الهدف التعادل للمنتخب الجزائري عن طريق محرز. بينية ممتازة بالليلي محاولة المرور يا سلام يا سلام يا سلام. دفاع بعيدة كرة بعيدة من بلزت أمام تنزانيا بدليل مقابل لا شيء. لقطة فنية من جمال بالماضي. الكرة ملعوبة داخل منطقة العمليات بالرأس الدفاع يتفوق لقمان تفوق من عطال يحاول المرور هايلة يوسع كرة على الجهة اليسرى. بن طارق يوصل كرة لبن سبعيني ملعوبة من هناك يا سلام إسلام. تعود الكرة الثانية الجزائرية دائما داخل منطقة العمليات البعد عن الإسلام. سليماني بالراس جانبية حارس بقبضة اليدين من جديد. زروقي تسديده يشعل المباراة ويضرب شباك الحارس أوزو في الدقيقة 61 من زمن المباراة. صانع البهجة والفرحة في هذه الدقيقة هو المدافع عطال العائد إلى تشكيلة المنتخب الجزائري بقوة كبيرة بعد هذه الركنية العائدة الكرة من الحارس. حضر وسدد من مسافة بعيدة وفي شباك الحارس ضرب الشباك بكرة قوية جدا. الهدف الثاني للمنتخب الجزائري 2-1 غير مجرى الأحداث ومحتوى المباراة بتسديدة قوية. هاي من جديد قوية جدا من مسافة 35 متر من عطال على الصورة وفرحة كبيرة.
اسلام سليماني، ها هي من الطول تضرب الشباك متاخر من الحارس، كانت قويه. خير الاتجاه حسن ما فعل، ممتازه الكره القطريه لمحرز، يمر محرز يبحث عن المساندة، يبحث عن التسديد، ربما بينية هذا زروقي من هناك. لا دخول احد المناصرين، الزغبة يقوم بدوره كما ينبغي. تحضير من هناك، توزيع العرضية داخل منطقة العمليات بالراس، خروج اسلام يحاول مع زروقي والناس من جديد. يا سلام، ولكن راحت والناس من جديد. ممتاز، زروقي يتمكن من قطع الكرة مباشرة لي والناس. اسلام سليماني داخل منطقة العمليات والدفاع في الانقاذ. والناس يستلم كرة، يراوغ الدفع. هناك خطأ، لا نعم هناك خطأ على والناس، يفعل ما يريد. موهبة ومهارة كبيرة، اسلام سليماني موجود. داخل منطقة العمليات.